السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لكن الان دعونا مع التشكيل الاساسي وندخل لغمار هذه المباراه بتشكيله فريق الجيش الملكي الذي هذه التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي. الوداد يدخل لهذه المباراه بالاسماء الرسميه الاتيه. هنالك الجيش الملكي اول انطلاقه، فرصه، تصويبه، الحارس الممتع الجيش الملكي الذي اتى من خلال ايكمان يبحث عن تصويبه اماميه، تصويبه جاءت بهذه الطريقه بهذه الفرخان، يرفع كره داخل منطقه الجزاء الراسيه مباشره الى خارج الخط الخلفي لصالح فريق الوداد الرياضي. لاحظوا هنا التعامل مع هذه الكره بهذا الشكل كانت عاليه ومباشره الى خارج الخط الخلفي. واحده من المحاولات، حمد الهوني عمليه انطلاقه، فرصه للوداد، دخول داخل منطقه الجزاء والاقرب الحارس. كره الجيش الملكي، تمريره مميزه اماميه، محاوله بعيده بعد الشيء هذه الكره وفي اخر مطاف لم تغادر. هنالك حمودان، صراع قوي مع العملود، احمد حمودان واحداث صامبو تصويبه، ولكن هنالك عوده مرمى في الوقت اللي نشوف هنا صامبو والطريقه اللي صوب بها، لكن كره بهذا الشكل بهذا الاسلوب من حمودان. الانطلاقه الاماميه، حمودان يستلم، دخول، اختراق، فرصه، تمريره، والحارس في المكان هو بايقاع محاولات، فرص سانحه التسجيل، تعامل ايجابي. لاحظوا هنا منتصر الحتيمي العمليه ديال المراوغه ديالو الماضيه امام احمد حمودان يرجع للقيام بمهام دفاعيه. هنا الطريقه ديال المراوغه من جانب هذه العمليه الهجوميه فريق الجيش الملكي والدخول داخل منطقه الجزاء المحاوله. لاحظوا هنا الانطلاقه الهجوميه وايمانويل الطريقه ديالو على مستوى بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل من جديد للجيش الملكي داخل منطقه الجزاء. احمد حمودان اكمن ومن خط الوسط الى الخط الهجومي مع التمرير مع الدخول احمد حمودان، هي كره كانت بهذه الطريقه، صوب حمزه اكمن اللي لمس الكره مشات مباشره فوق المرمى. لا تزال من جانب فريق الجيش الملكي مفيد يرفع كره داخل منطقه الجزاء والحارس مع الخلف. لامطي كينطلق بحث عن تصويبه داخل منطقه الجزاء والحارس زهير مرور. شوفوا هنا اللقطه، شوفوا هنا التدخل الماضي، سقوط اللي كان داخل منطقه الجزاء لاحمد حمودان، لاعب دخول ديال اللاعب لامطي امام يحيى عطيه الله. ضربة خطأ نائب للتنفيذ، ترفع لكرة داخل منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب المهدي بن الملكي. لاحظوا هنا 11 لعب كرة دائرية، كانت محاولة ديال أيوب العملود للوصول للكرة الماضية، لم يتمكن من ذلك أمام هذا التدخل من جانب الحارس مهدي بن عبيد. لاحظوا هنا وكنلاحظوا هنا اللقطة ديال التصويبة اللي مشات بهذا الشكل، العمليه الهجوميه من الجهه اليسرى عن طريق من يحيى عطيه الله، تمريره مباشره صوب الحل بهذا الشكل. حمد الهوني يرفع كره، صوب صامبو راسيه ممتازه. شوفوا هنا رفع الكره بهذه الطريقه، حمد الهوني رفع هذه الكره، كان مضيق صامبو، الشيء اللي خلى الكره الماضيه تمشي ديال الكيفيه. يتابع إشارة الفار، نعم، ويقر بضربة جزاء، إشارة الفار ويقر بضربة جزاء لشي الآن على ضربة جزاء. ترخات وأيضا زهير مرور هما جوج ديال اللاعبين اللي كانوا هنا في هذه الوضعية. تابعوا اللقطة لفريق الوداد يتقدم للأمام الآن، يصوب والحارس يصدها. شوفوا هنا خروج ديال بن عبيد، قانون واضح يجب ان يبقى. يحيى جبران يتقدم ويسجل هدف واحد مقابل الشيء لصالح من وضعها ببراعه. ونشوفوا اللقطه بالتالي تجي كره بهذا الشكل. لاحظوا هنا لعبها بكل هدوء، لعبها بكل ثقه، 1-0 للوداد.
بهذه الطريقه من حمدوني بكل هدوء. تمريره داخل منطقه الجزاء راسيه، البحث عن اتمام هذه الكره ومباشره غائب على التركيبه الدفاعيه لفريق الجيش الملكي. لاحظونا ترخات تعامل ابعاد الخطر امام انطلاقه ديال اللاعب ايكمان، لاعب سريع ايكمان، لاعب عنده امكانيات. اذا كره ثابته تنفذ بعيده تماما الى خارج الخط الخلفي. كره كذلك تصبح مره اخرى هجمه مرتده مضاده للجيش الملكي. يمكن انه يستغل الكره بشكل سريع. ايكمان في عمليه ديال اللاعبين في الجدار. تنفذ هذه الكره تصطدم، تعود من جديد ومباشره الى خمر المشوار. ايكمان ينطلق، حمزه ايكمان، تمريره اماميه، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله ماذا يقول الحكم، انطلاقه والبحث عن التمرير، البحث عن فرصه داخل منطقه الجزاء من ربط تمريره، والحارس بشكل سريع لفريق الجيش الملكي. تمريره داخل منطقه الجزاء راسيه داخل منطقه الجزاء، وهدف تعادل، هدف التعادل من جانب فريق الجيش الملكي. شوفوا هنا الاعاده، طريقه لإنزال هذه الكره داخل منطقه الجزاء، تمريره بالراس والاتمام من جانب العربي الناجي. عمليه هجوميه ستدخل للتدقيق من غرفه الفار، وفيها انطلاقه وفيها اتمام لمشوار هذه الحمله الهجوميه من جانب العربي الناجي الذي يضع الكره في المرمى، معلنا عن الهدف الاول لفريق الجيش. العمليات الهجوميه بالامكان الاستفاده منها في اي لحظه. كره ملعوبه من جانب فريق الجيش الملكي من ايكمان، عمليه المراوغه والمرمي. جمال حركاس يتلقى البطاقه الصفراء في هذا التدخل، وبالتالي سيكون هنالك نقص عددي، هذا ما يظهر. اذا كره في الزاويه تنفذ، القائم الاول خطا، محاوله، فرصه فوق المرمى بسنتيمترات قليله. فريق الجيش الملكي لاحظوا ايكمان كيفاش لعب هذه الكره دائريه وفوق المرمى بسنتيمترات. تصويبه وتمريره اتجاه حريمات انزال ديال الكره بهذا الشكل، تصويبه ممتازه، براعه في التصدي ديال الحارس يوسف المطيع اللي ازاح خطر كان محقق على معترك فريق الوداد. فلاحظوا هنا التصويبه بطريقه جيده من جانب حريم لاعاده لامين دياكيتي. كره من داخل منطقه الجزاء، تغطيه وتصدي من جانب تمريره اماميه، عمليه هجوميه، محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، جراي كينزل الكره ديالو، كيحصر كره، تمريره جانبيه البحث راسيه، محاوله، فرصه، وهدف، هدف لصالح فريق الجيش الملكي، هدف. لاحظوا هنا تمريره لانزال ديال علاء الدين اجراي، نزل الكره بشكل ممتاز، ثم بعد ذلك تصويبه كتجي بهذا الشكل من راسيه، ثم الموقع هو خالد ايت اورخان، مفيد على مستوى التمرير، وبالتالي هدف التقدم، جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد، هدف ديال فريق الجيش الملكي. خالد ايت اورخان بالرجل اليمنى في اتجاه حريمات مراوغات، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه، هدف اخر لفريق الجيش الملكي. تغطيه دفاعيه، لاحظوا هنا الكره، حريمات قام بالمراوغات، تمريره داخل منطقه الجزاء، استفد من الكره بشكل ممتاز لامين دياكيتي. لاحظوا هنا كره جات بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، حريمات تمريره جانبيه ودياكيتي كيوضع الكره في المرمى. ثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد المسجله هنا في الملعب البلدي بمدينه القنيطره.